اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم مره اخرى على قناه مطبخ سهيله. كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال وانتم كتشوفوا فيديو اليوم دائما في اطار تحضيرات لشهر رمضان الكريم. فاليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه ديال ساندويتشات صغيره بدون عجين وبدون مجهود، ما كياخذوش منا وقت طويل، كيجيو لذاذ بزاف بحشوه جد رائعه. بالنسبه للحشوه فتقدروا تعمرهم باي حشوه كنتو كتفضلوها، كيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم، الا جربتوهم ما تنسوش انكم تبعثوا لي بتطبيقاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي ما تنسوش انكم تشتركوا فيها باش توصلوا بكل جديد. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه. اذا بالنسبه للمقادير فغادي نحتاجوا المكون الاساسي في هذه الوصفه هو خبز التوست او البان دومي. انا سبق لي حضرته معكم في حلقه سابقه، الرابط غادي يظهر لكم على الشاشه، غادي تلقاوه في صندوق الوصف وايضا في اخر الفيديو. بالنسبه للحشوه فممكن انكم تستعملوا اي حشوه كنتو كتفضلوها. انا هنا عندي تقريبا واحد 200 غرام ديال الدجاج اللي قطعته هكا لقطع طويله صغيره بهذا الشكل. حبه من البصل اللي غادي تكون حتى هي مشلضه للقطع صغيره. غادي نحتاج ايضا حبه صغيره من الطماطم اللي ممكن انكم تستغنوا عليها. الخس. غادي نحتاج واحد العلبه واحده من ياغورت طبيعي بدون نكهه وبدون سكر، تقريبا الوزن ديالو 110 غرام. عندي هنايا الفلفل الاسود، القليل من بودرة الثوم اللي ممكن انكم تعوضوها بالثومه هكاك طريه محكوكه، القليل من صلصه الصوجا، البقدونس اولا المعدنوس، جوج ديال البيضات، سكينجبير والتحميره والملحه اولا البابريكا والملحه. بالنسبه للتوابل فكتبقى على حسب الاختيار ديالكم، ممكن انكم تضيفوا اي توابل كانت كتعجبكم النكهه ديالها. هنا عندي القليل حبات من الجبن ديال الساندويتش، وهنا كيف غادي تشوفوا عندي لا شابلور، وعندي ايضا القليل فقط من الجوز الهند المبشور المجفف والمبشور بحال هكا، ممكن انكم تستغنوا عليه. اول حاجه غادي نبداو بها هي اننا غادي نشرملو الدجاج اللي عندنا. غادي نحط في اناء الكميه ديال الدجاج، نضيف لها القليل من البصل باش هكا يطلق ديك النسمه ديال البصله تطلق مزيان في داك الدجاج، وغادي نحتفظوا بالكميه اللي بقات. ضفت الياغورت الطبيعي بدون نكهه وبدون سكر، القليل من الفلفل الاسود والقليل من الزنجبيل، الملح والبابريكا. غادي نضيف رشه من بودرة الثوم، القليل من صلصة الصوجا اللي ممكن انكم تستغناو عليها. كاين بزاف الناس اللي ما كيبغيوهاش، ولكن انا كتعجبني بزاف هاد الحشوات هادو. وغادي نضيف واحد الملعقه كبيره من زيت الزيتون اللي كنعتذر انني ما ذكرتهاش لكم في الفيديو. كنخلطوا هاد العناصر جيدا حتى كتنسجم مع بعضياتها، ومن بعد غادي نغطيوها ونخليو هاد التشرميله حتى كتدخل لنا مزيان في داك الدجاج وكيتشرب هاد الدجاج مزيان باش هكا كتجي ألذ اكثر. غادي نغطيها بحال هكا ونخليها واحد المده ديال ساعتين على الاقل. من بعد غادي ناخذ خبز التوست اولا البان دومي. كيف غادي تشوفوا معايا غادي نجيب جوج ديال القطع، غادي نزولوا لهم هاد الجوانب هادو بحال هكا غير بواسطه مقص اولا بموس. فانا كنفضل المقص حيتاش كيجيني سريع في الخدمه ديالو. وهاد الجوانب فهما اللي غادي ناخذوهم، وممكن انكم يعني تحمروهم وتطحنوهم باش ديروا بهم لا شابلور. غادي ندير نفس الطريقه للقطعه الاخرى، غادي نزول لها حتى هي الجوانب ديالها، ومن بعد غادي نحطوهم على بعضياتهم بحال هكا. كنحاولوا اننا نضغطوا عليهم مزيان غير بالاصابع ديالنا. ومن بعد غادي ناخذوا واحد المدلاك وغادي نحاولوا اننا نضغطوا عليهم مزيان ونسرحوهم مزيان باش هكا كيلصقوا جوج ديال القطع على بعضياتهم. كتضغطوا عليها مزيان وكتسرحوها مزيان. من بعد كتجيبوا واحد القطاع بحال هذه. الا كانت عندكم قطعه مدوره اولا مثلثه من الاحسن انها تكون مربعه ولا مدوره، ما ديروهاش مثلثه باش هكا فاش تقليوهم يتنفخوا معكم مزيان. صافي كتقطعوا كتزولوا دوك الجوانب وحتى هما كتضيفوهم مع داك الشيء اللي زولتوه في الاول من القطع ديال الطوست باش هكا ديروا بهم لا شابلور. في اناء غادي نوضع جوج ديال البيضات، غادي نتبلهم شي شويه بالقليل من الملح والفلفل الاسود والقليل فقط من بودره الثوم باش هكا كيجيونا الخبيزات ديالنا ألذ من بعد ما يتقلاو.
وغادي نخلطوا هذا البيض هكا باش كتنسجم هاد العناصر مع بعضياتها. في اناء اخر غادي نوضع الكوك اولا جوز الهند مع لا شابلور، وغادي نحاول انني نخلطها. داك جوز الهند كيجي لذيذ بزاف وكيزيد القرمشه ديال داك البان دومي فاش كيتقلى، كيزيد كيعطيه واحد القرمشه اكثر وكيجي لذيذ حتى هو. كنتمنى انكم تجربوه كيف غادي تشوفوا معايا. من بعد غادي ناخذ كل قطعه غادي ندوزها اولا في البيض، حاولوا انكم تغمسوها مزيان في البيض كيف غادي تشوفوا معايا. ومن بعد كتحطوها في داك الخليط ديال جوز الهند ولا شابلور، كتحاولوا انكم تدوزوها بحال هكا وتقلبوها يعني تلبسوها مزيان بداك ديك لا شابلور والبيض باش هكا ما تحلش لكم في القلي. صدقوني انكم الا تبعتوا الخطوات غادي يعجبوكم بزاف وما غاديش تبقاو تستغناو على هاد لي ساندويتش هادو. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال البيض والكميه ديال الخبز اللي كيف كتشوفوا معايا قطعنا هكا القطع مربعه. ممكن انكم الا ما قدوكم جوج ديال البيضات فبطبيعه الحال غادي تضيفوا البيض. فوق نار متوسطه غادي نوضع مقلاة نضيف لها الزيت بطبيعه الحال، وغادي نحطوا القطع ديال الطوست كيف غادي تشوفوا معايا. غادي نحطهم بحال هكا نخليهم حتى كيشدوا شويه راسهم من التحت ونرجعوا نقلبوهم كيف غادي تشوفوا معايا. صافي نبقاو بحال هكا غادي نخليهم غير واحد نصف دقيقه او دقيقه من كل جهه، ونبقاو كنقلبوا فيهم باش هكا نعاونوهم انهم يتنفخوا مزيان. كيف غادي تشوفوا معايا الخبز ديالنا غادي يتنفخ بحال هكا، هانتوما كتشوفوا على عينيكم كيتنفخ مزيان وكياخذ واحد اللون ذهبي. كتبقاو كتقلبوا فيه بحال هكا وكتعاونوه باش انه يتحمر مزيان. ممكن انكم تحبسوا في هذه اللحظه، ممكن انكم تخليوه حتى يتحمر كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي نكثروا من الزيت وغادي نوضعوه في ورق النشاف نخليه حتى كينشف مزيان، ومن بعد نكملوا الكميه ديال الخبز اللي بقات لنا بنفس الطريقه. في مقلاة غادي نوضع القليل من الزيت نضيف له البصل، القليل من الملح، وغادي نخلي هاد البصله هذه حتى كتبدا كتذبل شي شويه. ومن بعد غادي نضيف لها الخليط ديال الدجاج اللي ديجا تبلناه، نضيف لها البقدونس، نضيف القليل من الفلفل الاسود، وغادي نغطي عليها ونخليها حتى كيبدا كيطلق داك الدجاج الماء ديالو. كيف غادي تشوفوا معايا من بعد ما كيطلق بحال هكا الماء غادي نخليوه غير في داك الماء حتى كيطيب مزيان وكينشف تماما. من بعد ما طيبنا الكميه ديال الخبز كلها اللي كانت عندنا كيف غادي تشوفوا معايا كيجي خاوي من الداخل، كناخذ واحد المقص وكنفتحوه غير من واحد الجهه باش هكا نقدروا اننا نعمروه. صدقوني انه كيجي لذيذ بزاف غير هكا مع داك البيض درنا فيه شي شويه ديال الفلفل الاسود ويعني تبلنا داك البيض فكيجي بحال هكا لذيذ بزاف. كيف غادي تشوفوا معايا حليته، ومن بعد غادي تبقاو كتعمروه باي حاجه بغيتوها. انا هنايا ما بينت لكمش لي ساندويتش اللي درت فيهم قطعه ديال الطماطم. كيف غادي تشوفوا معايا درت القليل من الخس اللي وضعته بحال هكا، خليت الحشوه ديالي حتى دفات شي شويه وبديت كنعمر بحال هكا. من بعد ما وضعت الطوست اولا من بعد ما وضعت الخس وضعت من موراه الحشوه ديال الدجاج، وغادي نوضع واحد جوج ديال القطع من جبن الساندويتش. ممكن انكم ايضا تضيفوا الجبن الاحمر الا كنتو كتفضلوه، ممكن انكم تستعملوا اولا تعمروهم بحشوه بارده، فاي حاجه درتوها لهم كيجيو لذاذ. وممكن انكم ايضا تشكلوهم يعني تاخذوا واحد الكميه كبيره من الطوست وتشكلوا وحدين بشكل دائري وحدين بشكل مربع باش هكا كتعطي واحد التشكيله. ومثلا هذوك اللي شكلتوهم بشكل دائري تعمرهم بحشوه مغايره على الاشكال الاخرين اللي يعني شكلتوهم مربعين او مثلثين او لا اي شكل كنتو درتوه. كتبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى كتعمروا الكميه ديال الخبز اللي عندكم، وكنتمنى انكم تجربوهم حيت كيستحقوا التجربه. الا جربتوهم ما غاديش يبقاو يخطاوكم، غادي يعجبوكم بزاف. كنتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنقول لكم انتظروا الجديد في وصفات اخرى وفيديوهات اخرى ان شاء الله. غادي نقدموا وصفات كثيره وتحضيرات كثيره ان شاء الله لشهر رمضان الكريم. ما عليكم غير تشجعوني وتدعموني وتبارطاجيو الفيديو ديالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم. والا جربتوا هذه الوصفه ما تنسوش انكم تبعتوها ليا. كل الروابط ظاهره لكم على الشاشه وغادي تلقاوها ايضا في صندوق الوصف. كانت معكم سهيله من قناه مطبخ سهيله على يوتيوب. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم ونهاركم مبروك.